انت تعرف ان لولا العنصرية ميسي ما كانش هيفوز بكأس العالم؟ تعال اقولك ازاي. كلنا عارفين ان نهائي كأس العالم 2022 بين فرنسا والارجنتين كان يعتبر بين امبابي والارجنتين، بس امبابي سجل صور هاتريك لو حسبنا الجون اللي جابه في ضربات الجزاء، وكلنا عارفين ان اكبر فرصة ضايعة في النهائي كله كانت فرصة كولومواني. ده حتى ميسي نفسه كان واقف متسمر مكانه وهو بيبص بخيبة امل بيقول في نفسه خلاص كل حاجة راحت، لحد ما مارتينيز بيتألق ويصدها وبقت أشهر وأكبر فرصة ضايعة في نهائي كأس العالم 2022. هي دي اللقطة اللي ادت للأرجنتين كأس العالم على طبق من ذهب. فاكر بقى أول حاجة أنا قلتها لك؟ العنصرية. كلنا عارفين إن كريم بنزيما مكملش كأس العالم مع فرنسا بسبب عنصرية بعض اللاعبين زي جريزمان ولوريس وجيرو. تخيل معايا بقى إن كريم بنزيما كان مكان كولومواني في اللقطة دي. وأحب أقولك إن كريم بنزيما مكانش بس أفضل لاعب في ريال مدريد ولا مجرد لاعب عالمي، لأ، ده كان معاه دوري أبطال ومعاه جايزة أفضل لاعب في العالم الكرة الذهبية. بنزيما ساعتها كان هيختم اللعبة كلها في سنة واحدة، دوري أبطال وكرة ذهبية وكأس عالم، بس ده كله بسبب بس العنصرية.